صباح النشاط والرياضة والتحدي على أغلى وأحلى متابعين في الدنيا. أهلا بيكم في فيديو جديد في يلا مع علاء. لو أنت أول مرة تشوفني والفيديو عجبك ياريت تنسانيش بأغلى وأجمل وأحلى لايك وشير وتتابعني وتشترك الوقت معايا. ولو أنت أو أنت من المتابعين أشكركم على الثقة الغالية ديت. النهاردة الحد وزي ما احنا عارفين كل يوم حد وتلاتة هيبقى فيه حلقة جديدة من حلقات تحدي. بس النهارده عنوان الحلقة سر الكمون وحرق الدهون. بس قبل ما ابتدي حلقة النهارده كان في تحدي الأسبوع اللي فات، يا ترى حد اتحمس كفاية وتشجع وعمله ولا لأ؟ أي حد اتشجع وعمل التحدي يا ريت يقول لي في الكومنتات. يلا بسرعة ندخل في موضوع حلقة النهارده يا شباب. النهارده يا شباب هقول لكم على سر مهم وسهل وجميل جدا وشوية نصايح كده لو عملتها هتقدر تخس 14 كيلو في شهر واحد بس واقل كمان. والطريقة كالآتي: السر كله يا شباب في انك تخسر وزنك. الزيادة راجع لحاجتين مهمين جدا. اول حاجة وهو تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، وتاني حاجة هو رفع معدل حرق الدهون بالجسم والمعروف باسم معدل الايض. وهنتكلم في فيديو النهاردة عن ازاي نرفع معدل حرق الدهون عن طريق اكل شوية توابل وفاكهة وخضروات والاكل يعني والشرب والكلام ده كله اللي بتشتغل على حرق الدهون الجسم العنيدة وتخليه يشتغل زي المكنة بالظبط. هنتكلم الأول عن فوائد الكمون في حرق الدهون. في دراسة علمية حديثة توصلت إن استخدام الكمون في الأكل بيساعد على التخلص من الدهون وبيساعد في حرق السعرات الحرارية بالجسم حتى من غير ما نلعب رياضة. بس مش معنى كده إن إحنا ما بنلعبش رياضة ونقعد محلك سر أنت ما صدقت طبعا. لا طبعا، لو أنت لعبت رياضة هيبقى النتيجة أحسن. يعني تخيل كده أنت تلعب رياضة وبتعمل الطريقة ديت يتدبل، فالنتيجة أكيد هتبقى أحسن، لأن الرياضة مهمة جدا يا شباب. وقالت الدراسة دي إن استخدامها اللي استخدموها خسروا بالمتوسط 14 كيلو من وزنهم خلال 30 يوم وأقل كمان من 30 يوم. تخيلوا بقى إحنا لو عملنا الطريقة ديت ولعبنا كمان رياضة، وكل اللي هتعمله إنك هتحط 5 جرام من الكمون، يعني تقريبا معلقة شاي، و140 جرام من الزبادي الخالي الدسم. حطوا تحت خالي الدسم ديت مليون خط خالي الدسم. وبتنصح الدراسة بتناول الخليط دوت مرة كل يوم قبل النوم ولمدة شهر كامل، وده عشان تحس انت بنفسك وتلمس بنفسك نتيجة احسن وافضل عن اي طريقة انت بتعملها، اي طريقة تانية انت بتعملها. طيب، فوائد الكمون الكتيرة والمذهلة ايه؟ الكمون يا شباب بيعتبر صيدلية في حد ذاتها، لانه بيدخل في عناصر كتيرة جدا في علاج امراض كتيرة يعني فوق ما نتخيل ومن غير ما نحسه، حاجة بسيطة جدا. طب ايه هي فوائد الكمون؟ وهقول لكم على 6 حقائق مدهشة عنه. اول حاجة بيفيد البشرة جدا. تاني حاجة بيجدد طاقة الجسم. تالت حاجة بيخلص الجسم من السموم. رابع حاجة بيحمينا من السرطان. خامس حاجة مفيد جدا للجهاز الهضمي. سادس حاجة مهم للسيدات في الرضاعة الطبيعية. طيب، ايه هي فوائد الكمون في التخسيس؟ بيشتغل الكمون يا شباب على زيادة حرارة الجسم، وبالتالي فهو بيزود من معدل التمثيل الغذائي. وهقول لكم يعني ايه هو معدل التمثيل الغذائي وانا بتكلم. زي ما قلت لكم هو بيزود من معدل التمثيل الغذائي بالجسم. ولما يكون المعدل الايض، هقول لكم برضو يعني ايه هو معدل الايض، اكتر كفاءة، فده هيساعد على تخفيف الوزن وتنحيفه. وبيستخدم الكمون برضو مع التوابل التانية زي الفلفل الاسود والزنجبيل والحلبة. طيب، يعني ايه معدل الايض؟ وهي احدى العمليات الحيوية اللي بتحصل جوه جسمنا، وهي المسؤولة عن انتاج الطاقة داخل خلايا الجسم.
عن طريق هضم المواد الغذائية اللي بيتم هضمها جوه الجهاز الهضمي وتحويلها إلى أشكال الطاقة المختلفة من خلال مرورها بسلسلة من التفاعلات الكيميائية. وده مختصر المفيد من المصطلح. طيب يعني إيه التمثيل الغذائي؟ وهو قدرة جسمنا إنه يحرق السعرات الحرارية وإحنا قاعدين مش بنعمل حاجة. ودي بتختلف طبعا من كل انسان للتاني على حسب عوامل كتيرة جدا. زي ايه مثلا؟ زي كمية العضلات الموجودة في جسمنا. تاني حاجة احنا بنشرب مية قد ايه في اليوم. تالت حاجة السكر الموجود في الجسم. رابع حاجة الرياضة اللي بنمارسها، وده بيفرق جدا جدا في معدل او زيادة معدل التمثيل الغذائي عندنا. طب يا ترى في حاجة لو عملناها ممكن نزود التمثيل الغذائي دوت؟ في. زي ايه؟ هو اكل وشرب. زي مثلا الشاي الاخضر لمدة 5 أو 6 مرات يوميا. تاني حاجة الخضروات. تالت حاجة الفاكهة عشان وجود الألياف وهي بتزود حركة القولون، فبتساعدنا على حرق سعرات حرارية أكتر. النهارده يا شباب حلقة نظري شوية، معلش مفيهاش حركة، بس أنا يعني قلت ممكن المعلومات ديت تكون مفيدة ليكم، وخاصة ان فكرة او مشكلة زيادة الوزن والترهلات في البطن والوسط والكلام ده كله تبقى عند معظم الشباب النهاردة. فحبيت النهاردة تبقى حلقة كده نظري شوية. طبعا انا حبيت اصورها من النادي عشان الجو واحمسكم. وطبعا النهاردة انا خلصت الحلقة وهبتدي اعمل التحدي بتاعي، هلف حوالين التراك وهكمل في الجيم ان شاء الله. التحدي بتاعكم النهارده يا شباب، يا ريت تعرفوا اكتر عن الكمون وتحاولوا تطبقوا الكلام اللي انا قلته دوت، وتطبقوه انتوا عملي وتحاولوا تشربوا الكمون او تعرفوا اكتر عن الكمون. يا ريت تقدروا تستفيدوا منه، ويا ريت لو تقدروا تطبقوا الكلام دوت وتستخدموه. تحدي النهارده يا شباب هو الكمون. عايز اعرف رايكم، انتوا عملتوا ايه او شربتوا او حسيتوا بايه او الكلام ده كله. وعلى مدار شهر زي ما قلت لكم، اقل من كده كمان هتحسوا بفرق، يعني 14 كيلو على الاقل هتنزلوهم، واقل كمان واكتر كمان من 14 كيلو باذن الله. ده كان فيديو النهارده يا شباب، اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكتر اكون قدرت اساعد او افيد اي حد بيتفرج على حلقه النهارده. اشوفكم ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي في حلقه جديده من حلقات تحدي. ولو عجبك الفيديو يا ريت تنسانيش باغلى واجمل واحلى لايك وشير، وتتابعني وتشترك دلوقتي معايا عشان انت او انتي بقيتوا جزء من حلم عظيم. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. اشوفكم بكره فيديو جديد وحلقه جديده ويلا جديده في يلا مع علاء. Stay positive. السلام عليكم.